أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نبداو. اليوم إن شاء الله غنقترح لكم المعسلات الرمضانية. كيف ما كتشاهدوا بأننا كنت ندير لكم كلشي في فيديو واحد، ولكن الفيديو جا طويل، داكشي علاش غنقسم لكم كل فيديو بوحدو، يعني كل وصفة بوحدها. نتمنى هاد الوصفات تعجبكم، ويعني فعلا كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو هشاش. اول حاجه غنبداو بهاد البليغات ديال الزنجلان، فهما كيجيو بنان وساهلين. كناخذوا واحد القصعه او ممكن العجانه، يعني اللي بغيتو نتوما. كديروا فيها رابعه ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل، ورابعه ديال الزنجلان اللي هو السمسم، يكون خضر يعني ما يكونش مقلي، او يكون مصهد غير شويه باش تحيدنوا ديك البروديه. يعني لان لا حمرناه بزاف، فملي غنكونوا كنقليو فيه غيعطينا المذاق ديال المروره. قبصه ديال الملح، معلقه ديال النافع مع حبه حلاوه، معلقه ديال القرفه، صفر بيضه، الخل واحد المعلقه، 3 المعالق ديال الزبده اللي عشق البورنوازيت، خلينا حتى طابت وتحيد لنا داك الحليب ديالها، 3 المعالق ديال الزيت. واللي بغى يدير المسكر الحره فهي اختياريه، عندكم ديروها ما عندكمش ما ديروهاش. كنبسبسوا هاد المقادير. ما نساوش نديروا واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. من بعد ما كنبسبسوا هاد المقادير بالزبده والزيت، كنضيفوا واحد الكاس ديال المزهر. انا هاد الكاس اللي ضفت خليت منه غير واحد شويه، تقريبا واحد 2 معالق. مهم العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه، يعني كتكون بحال العجينه ديال الخبز، باش ملي كتكونوا كتطلقوها ما كتعذبكمش وهي مازال غترتاح. يعني ما تخليوش العجينه ديالكم رطبه بزاف. كنجمعوها حتى كيتجمع لنا الخليط بهذه الكيفيه. من بعد كنوضعها في واحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح مده ديال نصف ساعه ضروري باش كترجع تجمع راسها. كيف ما تشوفوا هذه هي الطريقه ديالها، يعني الكثافه ديال العجينه. وهذا هو المزهر اللي شاط ليا من داك الكاس. من بعد ما ارتاحت لينا العجين كنقطعوها القياسات اللي بغينا. انا بالنسبه لي كنقطعهم يعني الكرات، كيف ما كتشوفوا 5 الكرات. بغيتو تضيفوا غير تقطعوا على شكل 3 قطعوا. انا كنقطع بزاف ديال الكرات، غير ملي كنكون كنطلقها بالمدلك ما كيبقاش ليا جهه غليظه جهه رقيقه، يعني كنتغلب عليها. قد ما قطعتوا كرات بزاف قد ما كتغلبوا على العجينه ديالكم ملي كتطلقوها بالمدلك. من بعد كنرجعوا نوضعهم في البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا سوا ربع ساعه او نص ساعه. هنا ضروري ديروا واحد البلاستيكه تحت منهم. انا راه بديت كنطلق وتفكرتها عشان غنعاود نهزها. وبالنسبه ملي كتكونوا كتطلقوا من الاحسن ديروا مباشره الشكل يكون على شكل مربع، باش ملي كتكونوا كتقطعوا في المربعات ديالكم يجيكم مقادين وما كيضيعوش لكم جناب بزاف. يعني في الاول غندير هاد الطريقه، ولكن من بعد غندير على شكل مربع يكون كبير باش كيجيني تقطع مزيان. ضروري كترقوا العجينه بزاف بزاف، ما تخليوهاش غليظه باش البليغات كيجيو زوينين في الماكله ديالهم. كنقلبوا هكا باليد ديالنا في السطح ديال العجين وكنشوفوا لا عندنا شي جهه طالعه كنقادوها. كنحاولوا نقطعوا كيف ما شفتوا. لو درناها من الاول على شكل دائري فهي كتجينا شويه معده في التقطاع، داكشي من الاول نديروها على شكل مستطيل. بالنسبه دوك البقايا اللي كنزولوا من العجينه ضروري كنرجعوهم واحد البلاستيكه حتى كنكملوهم كاملين ونرجعوا نجمعوهم حتى هما ونطلقوهم. بالنسبه للمربعات كل واحد يدير القياس اللي باغي، اللي بغى بليغات صغيورين، اللي بغى متوسطين، اللي بغى كبار، فانا درت صغار. فهاد البليغات ما كياخذوش معنا لا وقت لا والو، بسرعه كيوجدوا وساهلين بزاف، وفي نفس الوقت المذاق ديالهم بنين. كيف ما شفتوا السمك ديال العجين فمن بعد ما طلقته فهو رقيق بزاف. والطريقه ديال البليغات فهي حتى هي سهله. كنجمعوا غير داك القنات مع بعضياتهم ونضغطوا عليهم مزيان حتى ما كيبقاوش يبانوا لينا باش ما يتحلوش لنا في المقله.
بهذا الشكل هذا حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا بنفس الطريقه. ممكن الناس اللي كتبغي هكا تخدم خدمتها وترتاح، فممكن من توجدوا البليغات تخليهم يباتوا. كيف ما شفتوا فيهم غير الخميره الكيماويه، فهي ما كيطرى لها والو، يعني هما كيطرى لهم حتى شي حاجه، كيبقاو مزيانين. او ممكن تعجنوا العجينه وتخليوها تبات ليله كامله في الثلاجه، يعني كيبقى راجع لكم، غير ضروري تغطيوه بلاستيكه مزيان. وهنا من بعد ما طلقتها على شكل مستطيل كيف ما سبق قلت لكم، فكيكون التقطيع ساهل، وحتى البقايا ديال الجناب ما كيبقاوش لينا بزاف، يعني من الاحسن الحاجه نطلقوا من الاول بهذا الشكل. ونقطعوا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنأكد على العجينه خاصها تكون رقيقه بزاف باش ما كيجيوشنا البليغات غلاظ وكيجيونا في الماكله ديالهم زوينين، في نفس الوقت كيجيونا هشاش، يعني بديك المعلقه ديال الخل بديك الزبده فهما كيجيو هشاش بزاف. هنا كتخليهم ينشفوا كيف ما سبق لكم ليله كامله ولا ساعتين، المهم يقصحوا مزيان. فهاد الطريقه ما كتعذبكمش في القليان، ما كيتفرتتوش ما كيتحلوش، كيبقاو قابطين راسهم. كنقليهم في الزيت اللي كتكون النار قليله باش ما يتخطفش لنا اللون ديالهم، ونخليوهم حتى يطيبوا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، انا كنهضر دائما مع المبتدئات، بالنسبه اللي ما كيعرفوش الوقت متى كيزولوا المعسلات. كيف ما كتشوف في الاول كتشوفوا داك الزيت كيبدا يكشكش، كتسمعوا الصوت ديالو، في الاخير ما كتبقاوش تسمعوا صوت الزيت. ملي ما كتسمعوا صوت الزيت كتبداو تزولوا المعسلات. هذه غير يعني نظريه انا بالنسبه ليا، ولكن نتوما راه كيبقى عينكم ميزانكم. انا بغيت نعطيكم فقط تقريب بالنسبه للمعسلات امتى تزولوهم. ضروري كناخذ هذاك العود وكنبقى هو نحرك به باش كلشي كيطيب لينا مره واحده. وهذا هو اللون. الوقت اللي كنزولو من الزيت مباشره كنطفيهم في العسل، وما كتخافوش من هاد البليغات واخا كتحركوهم، يعني ماشي بحال الشباكيه خاصكم تحركوا غير بشويه، كتكون حساسه بزاف لا تهرس. هادو واخا تخلطوهم ما كيطرى لهم حتى شي حاجه بهاد الطريقه. يعني كنخليهم في العسل، غير مجرد ما كنقليو القليه الثانيه كنزولوهم ونخليهم يتسقطروا. كيف ما كتشوفوا هذا اللون ديالهم، لان مازال كياخذوا داك اللون من بعد ما كنديرهم في العسل. وما نخليهمش يطيبوا بزاف حتى يتحرقوا، فغيعطيونا ديك المروريه الا خليتهم يذهبوا بزاف. وكنستفهم هكا في واحد العلبه وكنوضعوهم، فهما ما كيطريهم حتى شي حاجه. سوا خليتوهم في الثلاجه ولا درتو كميه كثيره بغيتو تخليوهم في المجمد، فممكن غير ديروا ما بين كل طبقه وطبقه واحد البلاستيكه. كيف ما كتعرفوا مع العسل ملي كتبغيو تاخذوا الحاجه اللي كانت هكا في المجمد كتلصق مع بعضياتها. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم ونترككم في رعايه الرحمن، وكنقول لكم مع السلامه.